لو انت شخص بتعاني من الصلع الوراثي ومش عارف تعمل ايه، فما تقلقش لانك جيت للمكان الصح. في الفيديو ده هفهمك فكرة علاج تساقط الشعر، وايه الفرق ما بين شخص بيعالج شعره وبيلاقي نتيجة جميلة، وشخص تاني بيستخدم نفس العلاجات ولكن النتيجة بتاعته مش كويسة او هو مش راضي عن النتيجة بتاعته. وعشان اشرح لكم الموضوع ده بصورة ابسط، فانا عايزك تتخيل معايا ان في باسكتين، اللي الباسكتين دول مليانين ميه. جميل. دول بيمثلوا الشخص مثلا، وكميه الميه اللي جوه هي بتمثل كميه الشعر. الشخص الطبيعي اللي ما عندوش جين الصلع الوراثي، فهتلاحظ ان مفيش اي فتحات بتسرب منها ميه، وبالتالي هو بيحافظ على شعره على المدى البعيد. الشخص بقى اللي بيكون عنده صلع وراثي، وهنختصره بكلمه اي جي اي اللي هي اندروجينيك الوبيشا، بيبقى عنده حاجه مميزه شويه، انه بيكون عنده فتحه كبيره، او زي ما تقول كده ايه، خرم كبير في الباسكت بتاعه، بيخليه ان هو يفقد شعره او يفقد الميه اللي جواه على مدار الوقت. تمام. ولكن بالاضافه للفتحه الكبيره دي، في فتحات صغيره بتنزل كميه ميه في مدار الوقت، ولكن بعد فتره بتلاقي ان هي ساهمت ان شعرك يخف برضه. جميل. وعشان نفهم بصورة أكبر إيه هو الخرم الكبير وأنا قصدي بيه إيه، وإيه هي الأخرام الصغيرة، فأنا هقسم لك الحاجات اللي أنت بتعملها في يومك لحاجتين: حاجات هير بوزيتيف وحاجات هير نيجاتيف. يعني إيه حاجات هير بوزيتيف؟ حاجات هير بوزيتيف لو أنت شخص عندك صلع وراثي أو جين الصلع الوراثي، فهي هتساعدك في علاج المشكلة اللي عندك. الحاجات الهير بوزيتيف دي بصورة أساسية بتشتغل على إيه؟ بتشتغل على الفتحة الكبيرة. الفتحة الكبيرة دي اللي هي إيه أصلا؟ أو أنا برمز لها بإيه؟ الفتحة الكبيرة دي هي جين الصلع الوراثي وحساسية بصيلة الشعر الهرموني الدي اتش تي اللي عندك. ولا الصلع الوراثي مش بسبب ان فروة راسك طايت، ولا ان الاوعيه الدمويه بتاعتك بقت ضيقه فما فيش دوره دمويه واصله لها، ولا بسبب نقص التغذيه بتاعتك او انت انسان مش صحي، ولا بسبب ان انت ما بتلعبش ديد ليفت يوم الخميس، ولا بسبب انك ما بتتمرنش تمرين رجل. لا، الصلع الوراثي هو بسبب هرمون الدي اتش تي. ودراسات قويه بينت الموضوع ده، اللي بصت على ناس اتولدت من غير هرمون الدي اتش تي اللي اسمهم السودو هوموفلودايت، عمرهم ما حصل لهم صلع وراثي او تراجع في خط الشعر. فالدي اتش تي للناس اللي عندهم جين الصلع الوراثي هو المسؤول الرئيسي ان شعرك يخف كل فتره عن طريق عمليه اسمها عمليه تصغير البصيله. طب ليه مثلا الناس الطبيعيه ما بيجيلهاش صلع وراثي، او ليه مش كل الناس عندها صلع وراثي؟ ده لان هرمون الدي اتش تي ذات نفسه كهرمون مش هو السبب لحدوث الصلع الوراثي، ولكن حساسيه بصيله الشعر. طب انت ممكن تيجي تقول لي هنا، طب ما انا اركز على الحساسيه. لا، مش هتقدر يا حبيب قلبي، لان الموضوع ده جيني بحت. مفيش حاجه اسمها ان انا هاكل كويس فبالتالي البصيله بتاعتي مش هتتحسس، هي حاجه موجوده عندك. هو بس موضوع جين الصلع الوراثي بيختلف من شخص للتاني على حسب الدرجه بتاعته. يعني في شخص تلاقيه بقى نروة 7 وهو عنده 20 سنه، وفي شخص تاني تلاقيه بقى نروة 3 وعنده 30 40 سنه. فكل شخص النمط بتاعه بيكون مختلف عن التاني، وشده الصلع بيكون مختلف عن التاني على حسب حساسيه بصيله الشعر ليه. تمام. ايه الحاجات بقى اللي هي اللي بتخليه ليه هير بوزيتيف، او ان هي بتسد الخرم الكبير دي؟ ادويه الصلع الوراثي. وهنا بتكلم على ادويه الصلع الوراثي، انا بتكلم على الادويه الاف دي ابروف، مش الخلطات السحريه ولا الاعشاب ولا الناس اللي بتبيع الوهم، ولا الحاجات اللي يقول لك تم اختبارها في كندا، المركب رقم واحد في فرنسا. لا، انا بتكلم على الحاجات اللي تم يعني اللي اثبتت فعاليتها على مدار السنين، واللي موجوده بقى لها اكتر من 30 سنه. هنا صديقك الاول في ادويه الصلع الوراثي هي الفايف الفا ريدكتيز انهبيتور، اللي هم الفينسترايد او الدوتاسترايد. تمام. في منهم خيارات فمويه وفي منهم خيارات موضعيه. وبالنسبه لنقطه التخويف المبالغ فيه عن الاعراض الجانبيه للادويه دي، فالادويه دي اثبتت على مدار ال 30 سنه ان هي نسبه الاعراض الجانبيه بتاعتها قليله، وتعرف ان انت تتغلب على الاعراض. لو حتى لو انت من النسبه القليله اللي جات لها، تعرف تتغلب عليها، سواء ان هي بتروح لوحدها بعد فتره، وان هي معظمها بتكون بسبب تاثير الوهم او النوسيبو ان الناس بقت خايفه منها، او بان انت تحسن اللايف ستايل بتاعك او الدايت او تنزل في الوزن. الحاجات دي كلها بتخلي ان ما يجيلكش اي اعراض جانبيه من الادويه دي. وحتى لو انت من الاشخاص اللي مش عايز تستخدمها او بتجيب لك اعراض جانبيه، فانت ممكن تلجا اليها بصوره موضعيه. وادويه برضو للصلع الوراثي زي المينوكسيديل ال 5%، او اللايبوزوم المينوكسيديل، او المينوكسيديل الفموي التركيز 2.5 لحد 5 مللي جرام. كل دي خيارات كويسه، بترجع على حسب الشخص عايز يحط حاجه موضعيه ولا يستخدم اقراص، وعلى حسب صحته عامه، هل هو مناسب للفموي ولا الموضوع ليه افضل. هما الاثنين نفس الفعاليه يعتبروا نفس النتائج، ولكن هي تفضيلات شخصيه ما بين شخص والتاني. في برضه حاجات تانية في أدوية الصلع الوراثي كنت اتكلمت عليها في فيديوهات، زي بدائل الفينسترايد أو دوتاسترايد أو مضادات الدي اتش تي الموضعية. عندك حاجة زي الكوزما ار ان اي، البرلوتاميد، عندك حاجات زي الفلوريد الالفا ترودايل، عندك حاجات زي الكيتوكانازول شامبو. كل الحاجات دي حاجات ضعيفة كنت اتكلمت عليها قبل كده في خلاصة علاج الصلع الوراثي، ولكن انا هنا بتكلم على المحرك الرئيسي اللي هيساعدني ان انا اسد الفجوة الكبيرة دي.
تمام. تاني حاجه معانا ان فروه الراس تكون صحيه ونظيفه. يعني ايه فروه راس صحيه؟ فروه راس صحيه معناها ان هي نسبه الدهون فيها مش عاليه، ما نسبه الزهم فيها مش عاليه، وفي نفس الوقت ما فيهاش ولا اكزيما ولا صدفيه ولا كل الحاجات دي. ولو انت شخص عندك اكزيما او صدفيه او التهاب جلد دهني، فانت لازم أن تكون اكتف، او ان انت بتسعى ان انت تحلها بان انت تجيب المنتجات المناسبه، وان انت برضو تستخدم الادويه المناسبه ليه. تمام. النظيفة هنا ان انت ما تسيبش نفسك من غير ما تستخدم شامبو مثلا، وخاصة لو انت من الناس اللي الفروة بتاعتك دهنية. لو انت عملت حاجة زي دي فده بيسد المسام بتاعتك وبيأثر على نتيجة العلاجات، وخاصة لو انت بتستخدمها بصورة موضعية لان هي بتمنع امتصاصها. تالت حاجة التغذية السليمة المعتدلة. مش ان انت تروح تجري لي تجيب لي مالتي فيتامين للشعر، ولا ان انت تتبع دايت جبته من على النت، لا، ان انت تاخد تغذية سليمة معتدلة فيها كل العناصر الغذائية. ما تقطعليش الكرب، ما تقطعليش البروتين، ما تقطعليش الدهون، لا، لازم أن تكون سليمة ومعتدلة من كل العناصر الغذائية، لان الشعر بيحتاجها كلها. بالنسبه بقى لجماعه الناس اللي يقول لك انا بحب الكارنيفور، انا بحب الكيتو، الحاجات دي برضو مش هتنفعنا، لان بعد فتره، يعني بعد فتره الدايتس دي بتسبب مشاكل. هي ممكن على المدى القصير تديك تاثير ايجابي، زي ان انت مثلا هتحس ان نسبه الدهون عندك قلت شويه، نسبه الميه قلت شويه، مخازن الجلايكوجين قلت شويه، ممكن تحس ان انت مركز شويه لان انت مش هتبقاش جعان على طول. ولكن على مده زمنيه بعيده فهي بتسبب مشاكل عن طريق ان هي بترفع حاجه اسمها الاس اتش بي جي، فالتستوستيرون بتاعك بيقل اصلا. ودي حاجه مشهوره للناس اللي هم الكارنيفور، بس الجيل الجديد مش هيحب يعترف بيها، مع ان الناس القدامى في الكارنيفور في الكارنيفور بداوا ان هم يضيفوا حاجات زي الفواكه او العسل عشان يحلوا المشكله دي. ولكن احنا طبعا احنا هنا متاخرين شويه في الموضوع ده. فجماعه الكارنيفور او جماعه الكيتو مش هينفع الدايتس دي، لان هي كلها فات دايتس، ما تنفعش للفتره قصيره لناس معينه. لازم ان انت الدايت بتاعك يكون متوازن، فيه خضار، فيه فاكهه، فيه بروتين، فيه لحوم، في كربوهيدرات، في مصادر دهون، كل الكلام ده. ولكن يفضل ان هو يا اما على مينتننس او كالوري ديفيسيت، يعني ما تكونش بتاكل كتير وعمال تزيد في الوزن. تمام. رابع حاجه معانا الروتين العنايه بالشعر. روتين العنايه بالشعر ده يعني ايه؟ ده بيتضمن المرطب اللي انت بتستخدمه، الشامبو، حمام الكريم. لو انت شخص مثلا جنتل بقى وبتحب ان انت تسرح شعرك مثلا بواكس او بوميد او كلاي او كريم وانت نازل، كل ده بيرجع على حسب نوعيه شعرك ونوعيه المسام بتاعته، وانت محتاج ايه بالظبط. هل انت محتاج حاجات فيها بروتين عالي؟ هل انت محتاج حاجات ما فيهاش بروتين عالي؟ وهكذا. فلازم أن يكون روتين العنايه بتاعك مخصص على حسب الحاله بتاعتك. وانا بقى مش جاي اقول لك استخدم المرطب كذا ولا كذا، لان ده يعني بتبقى نصايح عامه، يعني ممكن مرطب ينفع لشخص ما ينفعش لشخص تاني، لان انواع الشعر مختلفه وانواع المسام مختلفه والكلام ده كله. انا هنا بفهمك ايه الفريم ورك اللي انت تمشي عليه، وايه الخطوات اللي تمشي عليها بالظبط. وخامس حاجه، وممكن تبان حاجه تافهه، وهو الدعم النفسي والمعلومات الصحيحه. انت قصدي ايه بالنقطه دي؟ انا قصدي بالنقطه دي الدعم النفسي، ان انت مثلا شخص دلوقتي قررت انك تعالج الصلع الوراثي اللي عندك، فيجي لك حد يقول لك انت بتعالجه ليه يا عم؟ ده ما تسيبه يا عم، ده من شأن الرجال ان يبقى اصلع او الكلام ده كله. يقول لك ده في ممثل مش عارف ذا روك او جيسون ستيسم شكله قرع وشكله حلو. الكلام ده كله بلح، لان انت لو جيت تشوف في ناس القرعه بتبقى لايقه عليهم، وفي ناس تانية لو هو بدأ انه يلاحظ الصلع الوراثي هتلاقي شكله ما عادش حلو، وتحس ان الناس تقعد تقول له انت عجزت، انت مهمل في صحتك، ويقعدوا يلوموك، فاهمني؟ فانت اعمل اللي انت شايفه مناسب. انت شايف ان انت مثلا شعرك شكله حلو، وكشيب او ستراكشر بتاع وشك انت الافضل ليك ان يفضل معاك الشعر، خلاص حاول ان انت تعالجه. انما مثلا ما تبقاش شخص عايز تعالج شعرك وبعدين خايف ان انت تعالجه بسبب اراء الناس، ما تصدق اراء الناس. والمعلومات الصحيحه هنا، يعني مثلا هتلاقي في ناس كتير على النت تقعد تقول لك الادويه بتاعت علاج الصلع الوراثي دي وحشه، اصل انت لازم تمشي عليها على طول، اصل انت، ويقعدوا يخوفوك، مع ان المعلومات دي غير صحيحه بالمره. هم بينقلوا كلام زي ما تقول كده ايه، ملوش اي معنى بسبب ان هم سمعوه وعمالين يرددوه. فانت نقي المصادر اللي انت بتاخد منها المعلومات. ممكن مثلا المصدر اللي انت بتاخده تلاقي مثلا دكتور من بتوع التيك توك طالع دلوقتي يقول لك مش عارف ما ينفعش تستخدم فينستراد ومينوكسيديل. طب انت يا عم الحاج بتعالج الناس اللي عندهم صلع وراثي بايه؟ يقول لك انا بحقنهم اكزوزوم. فاللي يقول لك مثلا ان العلاجات دي ليها اعراض جانبيه 1 2 3 وما ينفعش ان انت تستخدمها، وتلاقيه بيعرض لك البديل حاجه غاليه وحاجه مش معروفه، فاعرف ان هو نصاب. نيجي بقى للنقطه الثانيه بقى، او الجانب المهم، وهي الحاجات الهير نيجاتيف. ايه هي الهير نيجاتيف؟ الهير نيجاتيف دي هي الحاجات المسؤوله عن الفتحات الصغيره اللي بتخلي الميه تطلع على مدار الوقت. تمام. الحاجات اللي هي الصغيره دي عندك، اول حاجه فيها الالتهاب المزمن او الكرونيك انفلاميشن. طبعا كلمه كرونيك انفلاميشن هي كلمه عامه، ممكن تتصنف منها حاجات كتيره ولها اسباب كتيره وبتختلف من شخص لشخص. فكقاعده عامه انا حطيتها في الاول عشان اقول لك ان اي حاجه في الليسته اللي تحت دي ممكن لو هي عندك بقالها فتره ان هي تعمل لك كرونيك انفلاميشن او التهاب مزمن.
وعشان تحل او تمشي او ان انت تعالج مشكله الالتهاب المزمن ده، فانت لازم يبقى عندك فريم ورك او بروتوكول تمشي بيه عشان تضمن ان انت انسان صحي 100% وما عندكش اي مشاكل. تاني حاجة عندي اللي بتسبب لي إن الشعر بتاعي يقع هو التوتر المزمن أو الكرونيك ستريس. ربنا أنعم علينا بالتوتر إن هو وسيلة فسيولوجية في جسم الإنسان، إن الجهاز العصبي المركزي السمبثاوي بيبتدي يشتغل كنتيجة للاستجابة للمخاطر أو الخوف اللي موجودة حواليك. ولكن لما يتحول الأمر إن أنت على طول في توتر وعلى طول دايما متوتر حتى لو مفيش سبب يستدعي ان انت متوتر، فانت هنا في مشكله، ومش بس للشعر، لا صحيه عامه، لانها بتاثر في هرموناتك ومزاجك، وممكن حتى تسبب الاكتئاب عندك وتخليك تاخد ادويه انت اصلا في غنى عنها. فالتوتر المزمن ده مشكله جيل، ولو انت مش عارف تتعامل معاه فدي مشكله كبيره. طبعا انا هنا بلوم على الناس اللي هي اول لما يقول لك انا عندي توتر او كده، فيلاقي الناس تقول له ايه، روح خد اشوجندا او روح خد مش عارف عشبة كذا او اشرب كذا، لان الكلام ده فعلا ما بيبقاش ليه فايده. لان في الغالب عشان تحل مشكله التوتر فانت محتاج ان انت تغير العقليه بتاعتك بالكامل. بمعنى لو انت مثلا الحاجات اللي موتراك تعرف ان انت تحلها، فحاول ان انت تحلها بان انت تعمل خطوات صغيره وتحاول ان انت تحلها. انما لو الحاجه اللي قدامك دي اللي موتراك انت مش عارف تحلها ومش هتعرف تحلها مهما عملت، فانت لازم يبقى عندك ايمان ولازم يبقى عندك صبر، ولازم تعرف ان انت ايه، طالما مش عارف يعني مش هتعرف تعمل حاجه في الموضوع ده فسيبه لربنا وخلاص. فاهمني؟ ففكره التوتر المزمن ده يعني ما هي ملهاش حل لكل الناس ثابت. في حاجات بتساعد زي البريزن كنترول، انت تتحكم في النفس بتاعك، ان انت تاخد شويه مكملات زي الاشوجندا. ولكن ان انت تعمم النصيحه على كل الناس هي دي فكره غلط، وبتبقى محتاجه ان انت ايه، تبقى عارف الشخص وتكلمه وتتواصل معاه عشان تعرف ايه اللي مسبب له التوتر المزمن اللي عنده. سوري. ثالث حاجه عندنا الحميه القاسيه. الحميه القاسيه دي يا جماعه الناس اللي يقول لك انا بقالي 3 شهور او 6 شهور ماشي على 1000 كالوري في اليوم، اكلك عباره عن ايه؟ باكل موزه وبيضه وبشرب كوبايه لبن بالليل وبنام. الكلام ده ما هوش صحي، ولا هو هينزلك في الوزن بسرعه، ولا هو هيعمل لك معجزات. انت كل اللي انت بتعمله ان انت بتضيع صحتك على الفاضي. ما ينفعش ان انت تبقى ماشي على حميه قاسيه لفتره كبيره، لانها بتاثر على هرموناتك وصحتك عامه. وفي فرق ما بين اقول حميه قاسيه واقول صيام. يعني في ناس مثلا بتعمل فاستنج غير الصيام الاسلامي، ان هم بيصوموا مثلا بالايام، يصوم يوم يومين ثلاثه. ده بيبقى ليه فوائده، ان هو بيحفز الاوتوفاجي، بيحفز مسارات معينه في جسم الانسان عشان يزود او يعيد ترميم جسمه. ولكن انا ده مش نفس الشخص اللي ماشي على طول على 1000 كالوري وما بياخدش اي قيمه غذائيه في الاكل بتاعه، فالاثنين ما يتساووش. فاللي ماشي على حميه قاسيه بعد فتره هيلاقي ان كل هرموناته بقت في النازل، كل الطاقه بتاعته بقت في النازل، وبالتالي برضه هتلاقي شعره في النازل وعنده زياده في التساقط الكربي اللي عنده. فانت ما ينفعش ان انت تبقى ماشي على حميه قاسيه، وما ينفعش برضه النقطه اللي بعدها ان انت تبقى ماشي على يويو دايت. يعني ايه يويو دايت؟ اليويو دايت ده اللي هم الجماعه اللي يقول لك ايه، انا خسيت 5 كيلو وبعدها يزيد 20 كيلو، انا خسيت 3 كيلو وبعدها يزيد 15 كيلو، وهكذا دايره من ان هو عمال يعمل بالك وقط بالك وقط بالك وقط، ومقتنع ان هو كده صحي. لا يا حبيب قلبي، انت كده مش صحي. حاول ان انت لو انت عايز تنزل في الوزن ووزنك زايد، ان انت تعمل كالوري ريستريكتيف يكون بسيط، 500 كالوري، تفقد الوزن بتاعك على مدى زمنيه طويله وتكتسب كتله عضليه، لان ده هو اللي هيأثر في صحتك فعلا. انما فكره ان انت كل شويه تقرا لي دايت من على النت مثلا، تكون كارنيفور تمشي عليها شويه وبعدين ترجع تعك تاني، تزيد ضعف الوزن اللي انت فقدته، ده كده مش حاجه صحيه خالص. خامس حاجه فيتامين د. وفيتامين د هنا انا مش قصدي بس النقص اللي عليه، يعني يبقى عندك نقص فيتامين د، لا، في ناس مثلا بتابيوز فيتامين د، ودول عدوا عليا في الاستشارات. زي مثلا ان انا شفت واحد كان بياخد فيتامين د بجرعه 200,000 بقاله بياخد كان بياخدها لمده 3 شهور او 4 شهور متواصلين. فده ادى ان الفيتامين د بتاعه بقى في الميتينات، يعني اللي هو بقت اكستريملي هاي. وده بالتالي كان مأثر معاه في الغده الدرقيه بتاعته، ان تحاليلها ما كانتش مظبوطه. هو كان مقتنع ان هو كده حاجه صحيه، وبالعكس لا، انت كده خدت جرعه كبيره جدا وسامه من فيتامين د. ففيتامين د عندك لازم يبقى يكون مظبوط، ما تاخدش مكمل بجرعه عاليه وانت مش عارف اثر او ما حللتوش. ولما تحلله وتلاقيه ناقص عندك، وتمشي مثلا على البروتوكول على حسب الدكتور هيقول لك مثلا تاخد 5000 ولا 10000 ولا 50000 الحقن على حسب البروتوكول. بعد ما انت تمشي عليه حلل عشان تشوف هل هو ارتفع معاك ولا لا، واول ما يوصل لنسبه معينه خلاص كده زي الفل. انما فكره ان انت تابيوز فيتامين د او تستخدمه عمال على باطل، دي مش فكره صحيحه. سادس حاجه معانا الانيميا ومخزون الحديد. وهنا بقى انا عندي تعليق لناس كتيره، لان في ناس كتيره مثلا بيبقى عندها انيميا بحر متوسط، وتلاقيه مثلا يقول لك انا راح اخد حديد، مكمل حديد، او في ناس بتاخد مكمل الحديد عمياني. مش على طول مكمل الحديد بيبقى صحي، لان في حالات معينه لو انت عندك انيميا مثلا زي البحر المتوسط وخدت مكمل حديد، فانت ممكن تعرض نفسك لمشاكل صحه خطيره جدا.
فانت لازم ان انت الاول تحلل السي بي سي بتاعتك والفيريتين والترانسفيرين ساتوريشن والتي اي بي سي وشويه تحاليل كده معينه عشان تعرف انت ايه سبب الانيميا اللي عندك، ولو عندك انيميا فبتبتدي تحلها ببروتوكول مع الدكتور. انما فكره ان انت تاخد مكمل حديد وخلاص على الفاضي كده على اساس انه صحي للشعر، دي فكره غلط جدا. سابع حاجه معانا النوم غير المعتدل، سواء الانسومنيا والهايبرسومنيا. يعني ايه؟ يعني الناس اللي بتنام قليل قوي والناس اللي بتنام كتير قوي، الحالتين مش كويسين للساعه البيولوجيه بتاعتك ومش كويسين للصحه العامه، وبرضه ما هماش كويسين للشعر، لان في هرمونات معينه لا ان هي مرتبطه بتساقط الشعر زي الميلاتونين. فانت لو انت عندك النوم بتاعك بايظ فالميلاتونين بايظ، فالساعه البيولوجيه بايظه، فدوره نمو الشعر بايظه. فانت لازم ان انت تهتم بالنوم بتاعك وتخليه اولويه عشان تصلحه. ولما اقول لك هنا تخلي النوم بتاعك اولويه، مش معناه انك تروح الصيدليه تقعد تشتري لي ميلاتونين او مغنيسيوم وتقعد تدور لي بقى على انهي صيغه افضل، لا، ان انت فعلا تاخده اولويه، ان انت مواعيد النوم بتاعتك تبقى ثابته، تصحى في ميعاد ثابت، تنام في ميعاد ثابت، وتهتم فعلا بجوده النوم، مش مجرد مثلا ان انت تاخد لي شويه مكملات وخلاص. تامن حاجه معانا ممكن ان هي تسبب لي تساقط الشعر او تزود لي الصلع الوراثي، هي باستخدام بعض الادويه زي مثلا البيتا بلوكرز او بعض مضادات الاكتئاب، او الادويه الهرمونيه اللي مثلا زي اللي بتمنع الاستروجين، او الادويه اللي بتمنع البرولاكتين، او الادويه اللي بتزود البرولاكتين. ففي بعض الادويه من السايد افكتس او من الاعراض الجانبيه بتاعتها ان هي بتزود تساقط الشعر. فانت دايما خليك ان انت لو انت مثلا مريض وعندك مرض، تابع مع الدكتور بتاعك والتزم بالخطه العلاجيه، عشان لو انت المرض بتاعك مش مزمن ان انت بعد فتره تعرف توقف الادويه. انما لو انت عمال تبلبع ادويه على الفاضي والمليان، او بتاخد لي مثلا من نفس الماده الفعاله نوعين وانت مش عارف لانك مريض كذا حاجه، فدي مشكله كبيره، لان في بعض الادويه بتسبب تساقط الشعر. تاسع حاجه معانا استخدام الهرمونات والمنشطات. الهرمونات، جماعه الهرمونات بتوع كمال الاجسام، اللي يقعد مثلا يقول لك يا دكتور انا خدت ترين وبولدنون وديكا وتيست وماسترول، هل كده لو انا ضفت الفينسترايد شعري مش هيقع؟ الله اعلم. يعني انت فاهم، انت عايزني اعرف الغيب ولا ايه؟ فاهمني؟ فاستخدام الهرمونات والمنشطات لازم أن تبقى عارف ان هو بيجي بخطوره ان انت ممكن تسرع الصلع الوراثي اللي عندك. اه، في حاجات ممكن تعملها عشان تميتيجيت او ان انت تقلل الحاجه دي، ولكن في الغالب لو انت بتستخدم جرعات عاليه قوي او الاندروجينيك لود بتاعك عالي، ففي الغالب برضو حتى لو استخدمت الفينسترات او دوتسترات ممكن ما يبقوش كافيين، ولازم تضيف مضادات اندروجينز موضعيه. ونصيحتي ليك يعني مثلا لو انت يعني موضوع الهرمونات والمنشطات ده انت عايز تبتدي فيه وعندك صلع وراثي، حل مشكله الصلع الوراثي واعمل استابلايزيشن وثبته الاول، وبعدين ابقى فكر في الموضوع ده. ونصيحتي ليك ما تخشش اصلا في مجال الهرمونات والمنشطات ده. بس طبعا انا مين عشان اقول لك حاجه زي دي؟ انت لو انت عايز تعمل حاجه فانت هتعملها. عشر حاجه معانا الايزوتروتينون، حبوب النتلوك، للناس اللي بتعاني مثلا من حبوب شباب. ناس كتير اول لما تبتدي تستخدمها يقول لك انا لاحظت زياده في تساقط الشعر، ودي فعلا حاجه بتحصل، لان الايزوتروتينون معروف ان هو بيعمل زي شيدنج فيز او مرحله تساقط، وممكن تستمر حتى بعد ما تبطل ايزوتروتينون لمده شهور. الفكره كلها بقى ان انا لاحظت ان الناس اللي بيستخدموا الايزوتروتينون بجرعه قليله، الموضوع ده ما بيحصلش عندهم قوي مقارنه بالناس اللي بتستخدم جرعات عاليه. يعني جرعات زي ال10 او ال20 ممكن ما تسببش شيدنج قوي زي جرعات مثلا 50 و60 و80 و100 وفيما فوق، فاهمني؟ فدايما خليك واعي لو انت هتستخدم الايزوتروتينون وعندك صلع وراثي، ان انت تستخدم مع حاجات تمنع الصلع الوراثي، وفي نفس الوقت تخليك واعي بالجرعه اللي بتستخدمها. آه، الحاجه ال11 بقى اللي معانا عمليات الزراعه الفاشله. وقصدي هنا فاشله مش ان انت بس ان انت رحت للدكتور تحت السلم رسم لك خط شعر بقى شكلك شبه السلك المواعين، لا، انا قصدي هنا مثلا ان انت تكون شخص عندك 20 سنه، بقيت مثلا شعرك سحر شويه، قمت انت رايح سامع كلام اللي على النت ورحت عند دكتور ما عندوش ضمير، قمت رايح عامل عمليه زراعه شعر يا باشا وانت عندك 20 سنه. تتفاجأ بعد 5 6 7 سنين ان انت شعرك عمال بيخف وشكلك بقى شبه الدونت المفرغه، وما عادش عندك شعر والشكل مش حلو، فتضطر انك تحلقه. ده يا باشا ليه؟ ده لانك ما عالجتش اصلا الصلع الوراثي واتجهت للزراعه وانت لسه خام وانت لسه في البدايه وانت لسه كل اللي عندك ان السبعتين بداوا يفتحوا. دي غلطه كبيره جدا وبتعاني منها بعد كده حتى لو انت قررت انك تعالج شعرك، لان الشكل ما بيبقاش كويس، لان انت لما تيجي تعالج بالعلاجات فهي بترجع الشكل التقليدي. عمليه الزراعه هي رسم الخط الشعر، فلازما ان الرسمه دي تكون وانت معالج او انت الصلع الوراثي بتاعك ثابت. انما فكره ان انت رحت الاول زرعت وبعدين هتستخدم العلاجات، مش دايما النتيجه هتكون في صالحك او مش هتعجبك على طول. الحاجه اللي بعد كده البروتوكول العلاجي الفاشل، يبقى عنده صلع وراثي وهو عنده 20 سنه وصل لنروض 4 ويقول لك انا هكتفي بزيت الروزماري، او هكتفي مثلا بان انا استخدم الكافيين شامبو، او هكتفي مثلا بجلسات البلازما مش هستخدم علاجات. لا، انت كده البروتوكول العلاجي بتاعك فاشل، او ان انت بتعتمد على علاجات المفترض ان هي بتعمل نتيجه وتعرف ان انت توقفها. لا، لو انت عندك صلع وراثي في اي حاجه هتجيب لك نتيجه لازم ان انت تفضل مستمر عليها، لان هو مرض جيني معاك، هو بسبب حساسيه بصيله الشعر.
فلحد ما يخترعوا دواء بيغير الجينات وبيغير الحساسيه بتاعتك، فانت لا، العلاج لازم أن تفضل مستمر عليه. فالناس اللي بتستخدم البروتوكول العلاجي فاشل يقول لك انا جربت كل حاجه. لا يا حبيبي، انت ما جربتش اي حاجه. انت كل حد بتسمعه تبان ان هو شكله حلو او شعره شكله حلو بتروح تسمعه، وانت في ارض الواقع انت مش فاهم المشكله اللي عندك. الحاجه ال 13 معانا التشخيص الخاطئ. يعني ايه التشخيص الخاطئ؟ يعني يبقى شخص عنده مثلا سيكاتريكال الوبيشا او سكارنج الوبيشا، ويروح يتعالج بالفينستراد والدوتستراد ويقول لك ما فيش نتيجه. ما طبيعي ان ما فيش نتيجه، انت لازم يعني تتشخص صح. ممكن يبقى عندك حاجه غير الصلع الوراثي، ممكن يبقى معاك صلع وراثي وسكارنج الوبيشا. فالموضوع بيبقى محتاج تخطيط. لو انت متشخص غلط فالعلاجات مش هتستخدمها. يعني ما ينفعش يبقى عندك مثلا ثعلبه مناعيه او لوبيشا ارياتا وتقول انا هتعالج بالفينستراد، مش هتعمل لك حاجه. فلازم ان انت تتشخص بصوره صحيحه. الحاجه ال 14 بقى مقاومه الانسولين. مقاومه الانسولين على فكره دي كلمه رنانه كبيره قوي. يعني في ناس يقول لك كده انا عندي مقاومه انسولين، ده انا مش عارف اخس بسبب مقاومه الانسولين. ولكن في ارض الواقع اللي جه الاول هو مقاومه الانسولين. انت عندك مقاومه انسولين عشان انت وزنك زايد، مش انت عندك وزنك زايد عشان مقاومه الانسولين. فانت الحل هنا ان انت دايما تحاول ان انت الوزن بتاعك يكون معتدل، ما تكونش تخين، ما تكونش نسبه الدهون عندك عاليه، وبالتالي وبالتدريج مقاومه الانسولين هتروح. في بعض الناس موضوع الخسسان ده ممكن يستخدموا حاجات مساعده زي حاجات بتنزل في الوزن، سواء الجي ال بي 1 اجونست او حتى الميتفورمين او ادويه السكر او كل الكلام ده. ولكن يظل الامر الواقع ان مقاومه الانسولين هي معناها اهمال غذائي واهمال صحي. لازم ان انت تهتم بالصحه بتاعتك تاني عشان الخلايا بتاعتك ترجع تشتغل بصوره طبيعيه. رقم 15 عدم توازن للهرمونات زي الاستروجين والبرولاكتين والدي اتش اي سلفيت، خاصه عند الستات، وهرمونات الغده الكظريه. وانا هنا قلت عدم توازن، ما قلتش ارتفاع ولا انخفاض، لان الارتفاع او الانخفاض للهرمونات دي ممكن يسبب تساقط الشعر. يعني لو الاستروجين عندك مرتفع قوي كراجل ممكن يسبب لك تساقط الشعر لبعض الاشخاص، لان هو ساعات بيعمل شيرنج. ولو هو منخفض مثلا متصفر مستخدم له مثلا اروماتيز انهبيتور او منع استروجين، فبرضه ممكن تلاحظ تساقط الشعر. لان الشعر عشان يبقى بصوره صحيه ومحتاج نسبه معينه من هرمون الاستروجين. والبرولاكتين كذلك لو انت بتخفضه على طول مثلا بالكابرجولين، فبعض الناس بتقول ان هي او بتشتكي ان في زياده في التساقط. ولو البرولاكتين عندك عالي قوي في السماء فانت ممكن تلاقي ان عندك زياده في التساقط برضه. وحاجات زي الدي اتش اي سلفيت وخاصه مثلا عند الستات ممكن تصنع لك هرمونات زي الدي اتش تي والتستوستيرون، ولكن بحاجه اسمها الباك دور باسوي. فلو انت ما اهتمتش بهرمونات الغده الكظريه او هي عاليه او عندك مشاكل فيها والدي اتش اي سلفيت عندك عالي، فده ممكن يسبب لك تساقط شعر بسبب ارتفاع الاندروجينز، ولكن مش بالصوره الطبيعيه او الانتاج من الخصيه، لا، من الانتاج من الغده الكظريه. 16 نقص هرمون الجي اتش الحاد او هرمون النمو الحاد. في ناس كتير بيبقى عندها نقص حاد جدا في هرمون الجي اتش والاي جي اف 1، فما بيبقاش عندهم القدره على ادخال الشعر في مرحله الانرجين حتى لو استخدموا العلاجات. في الحاله ديت لازم ان هو يراجع طبيب ويشوف الحاله بتاعته، لو هو ممكن يستخدم الجي اتش بصوره موضعيه بصوره خارجيه قصدي، او يستخدم الاي جي اف 1. وفي الحاله ديت الجي اتش بيكون بيديله نتيجه علاجيه. ولكن لو انت شخص عندك صلع وراثي وهتستخدم جي اتش مش شرط ان هو يرجع لك شعرك. ودي نقطه كنت عايز اذكرها. تعبت والله من الكلام. النقطة 17 بقى معنى عدم الالتزام والتسويف. يعني ايه عدم الالتزام؟ يعني انت مثلا انت خلاص عرفت العلاجات والمفترض ان انت تمشي على البروتوكول ده، تمشي عليه يوم وثلاث ايام لا، تنسى تستخدمه وما تستخدموش في مواعيد ثابت. كل الحاجات دي بتفرق في النتيجة بتاعتك. رقم 18 الغش التجاري. في ناس بتشتري من اماكن مشبوهة بسبب ان سعرها ارخص، ولكن هتتفاجئ ان الحاجه اللي هو شراها اصلا مضروبه. ودي حاجه شائعه مثلا في المينوكسيديل او الحاجات اللي بتعمل حاجات موضوعيه من المينوكسيديل وفينسترايد، او الناس اللي بتطلب مثلا مينوكسيديل من الهند. فلازم تتاكد ان انت بتشتري من مكان موثوق عشان ما تتغشش وتاخد فعلا حاجه مثبت فعاليتها وحاجه تركيزها مظبوط. طب ايه الحل بقى لكل الرغي اللي انا عمال اقوله ده، او ايه هو الطريقه لو انت شخص عندك صلع وراثي او تساقط الشعر المفروض تمشي فيها؟ اول حاجه معايا اللي انا شايف ان كل الناس لازم تعملها، التشخيص. التشخيص الصح. معلش خط وحش قوي بالعربي. التشخيص الصح اللي هو الاسسمنت بتاعك، ان انت فعلا تروح لدكتور جلديه لو انت عندك تساقط للشعر ويشخصك بصوره صحيحه. لو انت عندك صلع وراثي فهو ما فيش تحليل مثلا معين يعمله لك او كده، لا، هو بيبص اول حاجه يسالك ابوك عنده صلع، امك عندها صلع وشعرها خفيف، بقالك قد ايه بتلاحظ تساقط الشعر. ممكن يبص بالترايكوسكوب عشان يشوف فيه شعر مصغر بيلس هير ولا لا، ويبص ليه ويبص على النسبه بتاعته مقارنه بالتيرمينال، ويحدد انت عندك صلع وراثي ولا لا. ولكن في معظم الاحيان انت ممكن اصلا تبقى عارف الموضوع ده، ابوك عنده صلع وامك شعرها خفيف، بصيت في المرايه لقيت شعرك بيسحب، خلاص يبقى انت عندك صلع وراثي. ولكن لو انت مثلا سنك صغير ولاحظت ان الشعر بتاعك
بيخف بطريقه غريبه، زي ان منطقه التاج عندك بقى بتخف بصوره سريعه. او لو انت مثلا لاحظت ان مثلا في فراغات او بقع في شعرك، يعني لو نمط غريب كده، فروح لدكتور يفحصك، مش هتبقى خسران حاجه عشان فعلا تتشخص بصوره صحيحه. ويفضل ان هو يكون دكتور ترايكولوجيست، يعني دكتور اخصائي شعر، مش ديرماتولوجيست. لان مش عارف ليه، يعني مع احترامي لكل الناس يعني، بس دكاتره الدرماتولوجي في مصر بشوف منهم عك كده غريب بصراحه، فاهمني؟ فانت خليك دايما في الترايكولوجيست، ويكون موثوق، ويكون مثلا انت عارف ان هو بيعالج الناس بطريقه مثبته. تمام، دي اول نقطه معانا التشخيص الصح. تاني حاجه ان انت تمشي على بروتوكول صحيح، بروتوكول علاجي، بروتوكول علاجي صحيح. يعني ايه بروتوكول علاجي صحيح؟ يعني ان انت تستخدم لي علاجات فعلا مثبت فعاليتها، يعني ان انت تستخدم لي حاجات تكون مضاده لهرمون الدي اتش تي زي الفينسترايد او الدوتاسترايد. تمام، تثقف نفسك عنهم، عن الفوائد والاعراض الجانبيه ونسبه الاعراض الجانبيه، وازاي تتغلب على الاعراض الجانبيه، لان هم اصلا من امن الادويه اللي ممكن تستخدمهم على الاطلاق. ومعظم الكلام اللي انت سمعته على الانترنت هو عباره عن اشاعات او تجارب سيئه للناس بسبب جهلهم في الموضوع ده. فلازم أن البروتوكول العلاجي بتاعك يتضمن دي اتش تي بلوكر، ويتضمن المينوكسيديل، سواء مينوكسيديل، سواء اورال، سواء توبيكال يعني موضعي تركيز 5%، سواء لايبوزومال. لايبوزومال ده في بعض الدول متوفر، بيكون المفترض ان هو صيغه افضل للمينوكسيديل. تمام، برضه ممكن تستخدم حاجات زي الديرما رولر عشان تحسن امتصاص المينوكسيديل عن طريق الحفر اللي هي بتعملها. مقاس 1.5 مرة كل أسبوع أو 10 أيام، ما تكترش منها لأن كترها ممكن يعمل تليفات. أو إن أنت تضيف حاجة اسمها كريم التريتينوين. والتريتينوين هنا هو الوحيد اللي مدروس في موضوع هو بيحسن فعالية المينوكسيديل ولا لأ، عكس مثلا الريتينال او الاديبيلين او الكلام ده كله. فلو انت هتستخدم، حاول ان انت تستخدم التريتينوين، وبلاش تجيب النوع مثلا اللي يكون فيه تريتينوين وكورتيزون، لا هات تريتينوين بس، وابتدي باقل تركيز ممكن تجيبه. هتستخدمه ان انت تستخدم كميه قد حبه البسله، هتدعكها في صوابعك كلها، هتدعكها في الصوابع دي كلها، وبعدها هتوزعها على فروه راسك قبل استخدام المينوكسيديل ب5 دقائق. وده هتعمله 3 مرات في الاسبوع. تمام، في برضه حاجات برضه ممكن تستخدمها كنت ذكرتها قبل كده، حاجات اضافيه في الروتين بتاعنا زي مثلا الفلوردل، الفلوتامايد. الحاجات دي كلها تعتبر توبيكال انتي اندروجين، انتي اندروجين. تمام، ممكن ان انت تضيفها في الروتين بتاعك لو انت عايز نتيجه اضافيه. ده كده هو الاساس بتاع العلاج بتاعنا اللي هو الحاجات ده. تمام، الحاجات دي كلها مش هتكلفك يا باشا مبلغ شهري، يعني الفينستراد رخيص، الدوتاستراد رخيص، المونوكسيديل رخيص، التريتانون رخيص، كل الحاجات دي رخيصه. تمام، ففكره ان انت بقى تقول لي ان علاج الصلع الوراثي غالي، لا، انت عشان بتستخدم حاجات غلط في الروتين بتاعك. تمام، تالت حاجه ان انت تهتم بصحه فروه الراس، صحه فروه الراس. دي بتتضمن ان انت تبص الاول او تحدد ايه المشاكل اللي عندك، سواء كانت قشره، صدفيه، اكزيما، التهاب جلد دهني، جفاف الشعر. تشوف ايه المشكله اللي عندك وتبتدي ان انت تعالجها. لو انت عندك مثلا قشره او التهاب جلد دهني، في حاجه زي الكيتوكانازول 2%، الكيتوكانازول 2% هو ده صاحبك. استخدامه بقى مره في الاسبوع ولا مرتين ولا ثلاثه، بيرجع على حسب الشده اللي عندك. تمام، بس مشكله الكيتوكانازول لوحده ان هو ما ينفعش لعلاج القشره، لان هو ما فيهوش ماده منظفه. هو كل الفكره ان هو انتي فانجل، بيقلل كميه الفطريات اللي هي الميليسيزيا اللي موجوده في فروه الراس. فانت دايما هتبقى محتاج شامبو مناسب لنوعيه شعرك. لو انت شعرك دهني، فابتدي ان انت تدور على شامبوهات فيها ساليسيليك اسيد، ساليسيليك اسيد. تمام، او ان انت تدور على حاجات فيها سلفيت. على فكره السلفيت هو على الرغم من سمعته السيئه، ولكن السلفيت هي مجرد حاجات سيرفاكتنس ومؤثرات سطحيه عشان تنظف فروه الراس بصوره كويسه. لو انت شخص الشعر بتاعك دهني، فانت هتحتاج ان انت تغسل شعرك بحاجه فيها سلفيت من فتره لفتره. لو انت بقى شعرك جاف، فانت ممكن تستخدم الشامبوهات اللي هي الفري سلفيتس، الحاجات اللي هي اللي بتبقى فيها مواد مرطبه اكتر. ولكن هيظل لو انت شخص عندك قشره وبالذات لو هي دهنيه، دور على حاجات فيها سلسليك اسيد، او في حاجه فيها سلفيت، او في حاجه فيها سيلينيوم سلفيد، او دور على حاجات فيها مثلا طار اللي هو الفحم، وهكذا. تمام، لو عندك مثلا اكزيما او صدفيه او كده، فانت ممكن برضو بعد ما الدكتور بتاعك يفحصك هيكتب لك على شويه كورتيزون موضعي، او محاليل مثلا موضعيه تستخدمها عشان تحسن من صحه الفروه الراس بتاعتك. تمام، بعد ما تهتم بصحه فروه الراس، فانت الدايت بتاعك او الاكل بتاعك هتهتم بيه يكون بالانسد دايت.
يعني ايه بالانس دايت؟ يعني دايت متوازن، ما فيهوش حرمان، ما فيهوش قطع عناصر غذائيه. يفضل ان هو يكون يا اما مينتنس او كالوري ديفيسيت، يعني يكون في عجز من السعرات بسيط او انت ماشي على سعرات الثبات بتاعتك. ويفضل ان هو يكون متنوع القيمه الغذائيه اللي فيه. تمام. مش هتفرق بقى عملت صيام متقطع ولا لا، براحتك. المهم ان انت تاكل من وجبتين لثلاث وجبات في اليوم، تمام، يكونوا فيهم قيمه غذائيه عاليه، يكون فيهم مصدر كربوهيدرات ومصدر بروتين ومصدر فاتس دهون صحيه ونسبه خضروات وفواكه. تمام، ده انا عايز الاكل بتاعك يكون عباره عن كده. خامس بقى حاجه معانا، دي بتحل لنا مشاكل كتيره بقى زي الالتهابات المزمنه، النوم، الصحه العامه وهكذا. الاكسرسايز او التمرين. التمارين دي هتحسن لي الصحه كاوفر اول او كمجمل، وبالتالي ممكن تنعكس على الشعر بتاعي. بس هم ليهم زي ما نقول كده كاتيجوريز. انا رقم واحد بالنسبه لي هي الحاجات الزون 2 كارديو. تمام. مش الهيت اللي هي الكارديو مثلا انك بتطلع في سبرنت مثلا او حاجه عنيفه، ولا المقاومه. الزون 2 كارديو دي مثلا ان انت بتعمل جوجنج، بتهرول مثلا، او مثلا عامل المشايه بتاعتك على الانكلاين وعمال بتتمشى عليها، او ركوب العجله. الكلام ده كله بيفرق معاه في الدوره الدمويه، وبيفرق معاه في الصحه بصوره عامه، وبيقلل لي معظم الامراض. تمام. تاني حاجه معايا تمارين الريزيستنس، تمارين المقاومه، تمارين الحديد. تمام. الويت ليفتنج مرتين لثلاث مرات في الاسبوع. تمام، ده هيحسن لي الصحه العامه وهيحسن لي مقاومه الانسولين لما تبتدي الكتله العضليه بتاعتي ترتفع. تمام. حاجات زي الهيت اعملها بس ما تكترش منها، اعملها بس ما تكترش منها، خاصة لو انت مبتدئ. تمام. ممكن مثلا مرة في الأسبوع إن أنت مثلا تجري جرية مثلا أو سبرنت واسع أو الكلام ده كله. إنما الترتيب بتاع المنطقي هي الزونتو كارديو والريزيستنت تريننج. تمام. وحاول إن أنت دايما كل يوم تاخد 10,000 ستيب في المشي بتاعك، حاول إن أنت تزود المشي بتاعك. تمام. سادس حاجة معانا التوتر أو الاسترس. عشان احل مشكله الاسترس اللي عندي دي، فانا لازم انا ابص لها من كذا جانب. يعني الموضوع معقد شويه، مش فكره مثلا ان انا اقول لك اعمل حاجه معينه او ان انا اقول لك خد مكمل معين. لا، لازم أن يبقى في تخطيط، ولازم أن تبقى عارف او تقعد مع نفسك كده قعده عرب وقعده صفوه، وتبتدي ان انت ايه تشوف ايه اللي مسبب لك الاسترس او التوتر المزمن اللي عندك. جميل. زي ما انا قلت لك، لو التوتر اللي عندك ده مثلا نفترض بسبب ان انت عليك فلوس، مديون مثلا، او الاسترس مثلا بسبب ان حبيبتك سابتك او طلقت او اي من كان الكلام ده، او الاسترس مثلا نفسي ان انت مش قادر على شكل نفسك، او ان انت الصلع الوظيفي نفسه اللي موترك، او مثلا انت فقدت حد عزيز عليك او كده. فكل الحاجات دي انت مع الوقت او ان انت بالتخطيط ممكن ان انت تعرف تحلها. تمام. طب لو انت بقى عندك ستريس من نوع تاني اللي هو الاوفر ثينكر، اللي هو غصب عنك انت ما فيش حاجه مثلا معينه موتراك، ولكن بتلاقي نفسك برضه متوتر، وده بيأثر على النوم بتاعك والطاقه بتاعتك على مدار اليوم. تحاول ان انت تركز على الجانب اللي هو الايه، ان انت تشغل الجهاز الباراسمبثاوي اكتر، بحاجات زي مثلا ان انت لو انت مسلم مثلا كده ان انت تصلي، لو انت مسيحي شوف العبادات او الفروض بتاعتك واعملها. انا ما اعرفش بصراحه عشان ما افتيش. يعني عامه ان يكون عندك جانب ديني او روحاني ده هيساعدك ان انت تهدى. تمام. طب انت مش مقتنع بالكلام ده وانت ملحد او بتعبد مثلا الجاموسه او ايا يكن، خلاص ابتدي شوف حاجات مثلا زي البريثنج كنترول، ان انت تتحكم في النفس بتاعك كده، تتخيل حاجات هاديه، الكلام ده كله. وعامه كقاعده عامه بيقول لك لو انت مثلا حاسس ان انت متعصب او في حاجه مضايقاك، لو انت سبت نفسك تهدى في البريزن كنترول دقيقه ونص هتحس ان هي عدت وما عادش لها اي لازمه. تمام. فحاول ان انت تهدي نفسك. في برضه حاجات معينه ممكن تساعدك ان انت تحسن جوده النوم، فبالتالي التوتر هيقل، زي مثلا المغنيسيوم، الاشوجان، ده الكلام ده كله. آم، وهكذا. فموضوع الاستريس ده انا مش يعني هو ممكن يكون يبان سهل، بس هو حله ساعات بيتضمن حاجات كتير عشان تحل المشكله ذات نفسها. انما انا ما بحبش جو ان هو انت ايه عندك ستريس فخد له مسكن او خد له حاجه تسكنه بس ما تعالجوش. لا، هو الاستريس عشان يتعالج لازم أن يبقى فيه كذا مخاطر. انا ممكن ابقى اعمل لكم فيديو مفصل عن علاج الاستريس لوحده بعيدا عن فيديو تساقط الشعر عشان الفيديو منه ما يطولش. ولكن لحد دلوقتي اعرف ان هو ايه، لو انت عندك ستريس حاول ان انت تتغلب عليه. تمام. سابع حاجه معايا ان انت تحط النوم اولويه، تحط النوم اولويه يعني مواعيد نومك تبقى ثابته. تحاول ان انت تنام بالليل وتصحى الصبح، تظبط الساعه البيولوجيه بتاعتك، لان انت لما تظبط الساعه البيولوجيه بتاعتك او التايمر بتاع جسمك، بالتالي الساعه البيولوجيه او دوره نمو الشعر اللي هي الاناجين الكاتاجين التلوجين هتبتدي ان هي تتظبط. تمام. وتامن حاجه معايا في النصائح العامه ان انت تشتري من مصادر موثوقه، تشتري من مصادر موثوقه. بالله عليكم يا شباب بلاش اللي هو المينوكسيديل اللي خلاص قرب ينتهي بقاله شهر،
او مش عارف المينوكسيديل الفموي اللي جاي من تحت السلم، او بلاش علبه الريجين اللي انت كنت شاريها من سنتين وسبتها مركونه. لا بالله عليك اشتري حاجه كويسه وجودتها كويسه من مكان موثوق. بلاش الاسترخاص في الحاجات اللي زي دي، لان هي بتعرضك للغش التجاري اكتر. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. طبعا انا حاولت ان انا في الفيديو ده ان انا افري ستايل اكتر، يعني انا ما كنتش محضر سكريبت للموضوع، لا انا كنت بكتب لكم على التابلت وهكذا. فلو انتوا عندكم اي استفسار او حاجه مثلا محتاجين تعرفوها اكتر، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. ولو انتوا حابين استشاره او متابعه الكترونيه وفيها بصمم روتين علاج الصلع الوراثي بتاعك 1 on 1 معايا، فهتلاقي اللينك في الديسكربشن. وبس كده، اشوفكم في الفيديوهات الجايه.